حطي الفلفل في المية المغلية وارتاحي طول شهر رمضان، وكمان وفري حاجة بنشتريها من السوبر ماركت بسعر غالي جدا وكميتها قليلة. تعالوا بقى نعمل كمية كبيرة وبسعر رخيص، وكمان هتتاكل بعد 5 دقايق بالظبط. فلفل الهالبينو بندخله في حشوات كتير ومعجنات كتير، وكمان بيتاكل جنب الأكل زي المخلل بالظبط. مميز طبعا ومقرمش وطعمه حلو جدا يا جماعة، وكمان سريع. ادعموا الفيديو بتاعي بلايك وشير كتير على قد ما تقدروا لكل اصحابكم وحبايبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعرفوني بتتابعوني منين. يلا بينا نسمي الله. عندي كده حلة على النار فيها مية، هحط فيها معلقة من السكر، معلقة من ملح الليمون، معلقة من الملح، وكمان معلقة من الخل. يبقى ملح ليمون، ملح ليمون وملح عادي وسكر، وكمان معلقة خل. كل حاجة من كل حاجة معلقة معلقة معلقة. تعالوا بقى نقطع الفلفل. بيبقى هو الفلفل بيجي بالشكل ده، اللون ده يا جماعة، مش اللي هو الفلفل الفاتح. الفلفل الهالبينو اللي بيتعمل اللي هو بيبقى حاسينه كده ان هو فيه لحم كتير ولونه غامق بالشكل ده. بنقطعه حلقات وبنحطه في الحلة بعد ما نحط السكر والملح وملح الليمون والخل. اول ما يبتدي يغلي، اول ما يبقى فيه غليان بالشكل ده، هنطفي النار حالا على طول كده. بنطفي النار خلاص كده، هو كده الدنيا تمام. بنسيبه بقى يهدى، وبنعقم البطرمانات اللي احنا هنعبيه فيها بالشكل ده. بصوا، ببقى شطفاها وبكفيها كده على النار بتتعقم. الاول بتعمل زي شبوره كده، بعد كده البطرمان يعني بيروق، بيبقى نضيف كده وبيلمع. خلاص كده اتعقم. هنسيب بقى الفلفل والميه يبردوا تماما، او حتى لو دافي شويه مش مشكله، المهم اللي هو يبرد. بصوا انا هنا طفيت النار. هنضيف معلقة من الزيت، زيت ذرة أو عباد أو حتى زيت زيتون، بيبقى حلو جدا يا جماعة، بيبقى مميز قوي في الوصفة دي. بيبقى طبعا جاهز على الأكل. احنا كده هنعبيه في البطرمانات، ده كده جاهز على الأكل، استوى خلاص وزي الفل. عايزة أقول لكم مقرمش، طعمه لذيذ، كل حاجة فيه مظبوطة، يعني أحلى كمان من بتاع بره. شايفين بقى ما شاء الله البطرمانين دول لو انتوا هتجيبوا الحجم ده هيبقى بكام؟ بصوا أنا لسه بعبي. الميه بقى اللي اتبقت معانا هنزودها كده على البطرمانات، عشان ده الميه دي الحفظ بتاع الفلفل. تمام. لو وصلتي معايا لنهايه الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والشير، وما تنسيش بقى تشتركوا في القناه وتعرفيني